النادي الأهلي عن إبراهيم دياباتي اللاعب يبتعد لهذا السبب. أكد النادي الأهلي على أنه حاليا هناك مهاجمين أفارقة آخرين معروضين على الفريق بقوة من أجل التعاقد مع واحد منهم، ما فيهمش دلوقتي إبراهيم دياباتي. تصريحات دياباتي بالأمس أنه مفيش مفاوضات مع النادي الأهلي، ده كان هدفها أن اللاعب يضغط على النادي الأهلي عشان يعرف هل الأهلي فعلا عايزه ولا لا. طبعا تصريحاته دي في التوقيت ده جاءت بتعليمات من وكيله. الأهلي بقى بيقول ان إبراهيم دياباتي حاليا صعب نجيبه لان اللاعب رغبته هي البقاء في اوروبا، هو الأقرب انه يستمر في اوروبا، والأهلي شايف ان ممكن يكون في مهاجمين تانيين افضل منه واضمن منه. مسألة اضمن دي هي اللي مقلقة مسؤول النادي الأهلي من ضم دياباتي. مسؤولين شايفين ان ضم دياباتي هيكون فيه مخاطرة كبيرة جدا لانه نجح في التألق فقط في اخر موسم له، فبالتالي نقدر نقول كده على ان دياباتي اسهمه تتراجع في الانتقال للأهلي.